هو حسام انت ممكن ما تحبوش بس لازم تقدره، وكنت عارف حيرة كابتن معتمد بتاعت انزل اعمل ايه دي. في الحته دي بالمناسبه بتاعت اسماعيل دي كذا مره عمر جابر بينزل تحت قوي، ما بيسمحش ان الكره تطلع يعني. وفي كوره ناصر منسي كان ممكن يودي عوديه دباغ ده بالشوط الثاني، يودي عوديه دباغ بنفس طريقه ماتش بتروجيت على ما اذكر. هو اول حاجه المهدي طرب اه طرب وريس ده جاب لنا المباراه. هي البطولات والحاجات اللي زي دي التفصيله الصغيره. بفتكر كلمه دايما اليجري تكسب السباقات يبقى في الحصاد. عبد الله وفتوح لازم 60 دقيقه على الاقل في الماتش، بس هو اللي شطب مش اسمه، لازم نص ساعه. هو اللي شطب اسمه من الفكره دي. رحنا ماتش انبي والاهلي كان خسران من الجيش ورايحين بقى متفائلين جدا، هوب جت الصدمه دي. فاول عشان انا اقدم منك تسمع كلام عيب، تسمع كلام بابا. ضرب الجزاء ما تفتحش بقك. ربع كفته من برازيلي مركبني الدوري اهو باذن الله. يعني الفرقه اللي ما عندهاش تقاليد البطوله دي بتبقى اسهل شويه، تبقى اسفي. هتبدا انت مره يا عم ابدا يا عم يلا. احنا بدانا كده، ايه رايكم؟ خليفه ما بيرضاش يبدا ابدا، اعمل له فيه اعمل فيه ايه؟ زي ما بعد ما خرب لي الفلوج النهارده مش عايز يبدا حتى الحلقه. انا ما خربتش الفلوق انا كنت قاعد مبسوط قاعد في حته الجون دخل بتاع عدي فتمام، قلت لي تعالى اقعد جنبي، قلت لك قشطه ماشي. كان الراجل مزاجه راق وسمح لنا نقعد جنب بعض. حلو. جيت جاي انقل جنبك لقيت حاجه بيراجع الكوره في الفار، رحت راجع مكاني تاني يا عم. طب ده اعمل ايه؟ خمل انا لا والله. فضلت قاعد جنبك طول ما هو بيراجع الفار. لو كان حسابك كنت كملت معاك، رحت راجع مكاني يا عم. طب بالذمه ده كلام والله لو كنت ده كملت. انت كنت بتقاوم، كان بيقاوم قال لي هطلع بعد ما الحاجه بيرجعها. قلت له الراجل هيغير رايه، والراجل ما صدقنا مزاجه راق واتحرك كرسي جنبي. وانت جاي لي بتشيرت عمرو زكي اللي خسرنا بيه فاينل كاس ده كمان. كانت شيرت شيك بصراحه. من اشيك التيشيرتات يعني. والله دي حقيقه صح؟ دي حقيقه. تعرف ان التيشيرت اللي جاب بيه عمرو الجون ده ده الصديق لي اسمه احمد رجب من المنصوره، يبقى جارهم وعند والله العظيم والله عند لا والله عند صاحبي والله محتفظ بيه. طب ده عشان مزوخي ده كده. ايه بس برضه تيشيرت من عمرو زكي يعني. صح. انا والشركه جايب بيه جون جامد في الاهلي على فكره. انت عارف انا الياقه مقطوعه في الاحتكاك ده بتاع الجون. كان موضوع انك تجيب تيشيرت من اللعيب دي كانت حاجه صعبه قوي زمان، اكتر كمان من دلوقتي. مش عارف في مره واحد صاحبنا جاب لنا تيشيرت حسام حسن وتيشيرت حازم امام. انا وعلاء يعني تيشيرت وواحد صاحبنا تيشيرت. وخناقه بقى احنا وهو على مين ياخد بتاع حازم امام. انا اصلا ما كنتش بحب يعني، انا عمري في لحظه ما كنت من مجاذيب حسام حسن لما راح الزمالك. يعني ايوه لما راح الزمالك. كان في الزمالك. ايوه طبعا هتجيب لي تيشيرت الاهلي اعمل بيه ايه اصلا؟ كان تيشيرت الزمالك. الاثنين زمالك هم اللي بيلعبوا مع الفريق وده تيشيرتاتهم اصلا. فكنت مش مبسوط خالص لما صاحبنا دماغه ناشفه وبص خلاص متعب. فخدنا احنا تيشيرت حسام، انا كنت مش مبسوط بقى ساعتها. ده المره اللي انا كانت اول مره يكون معايا تيشيرت من لعيب. هو حسام انت ممكن ما تحبوش بس لازم تقدره يعني. هي دي اكيد لما لعيب كبير طبعا. بس انا يعني انا كنتش بحب، ما كنتش فكره ان هو يعني انا عارف شعور الاهلاوي اللي هو قليل، اللي هو مثلا شايف مش مصدق امام مثلا مش مصدق كذا. فاهم قصدي؟ انا الشعور ده كان عندي. انت مفيد كذا بتاع قشطه. وبرضه في لحظه انا في رايي لما اول ما تعاقب كابرال بعد حسام لا بعد ابراهيم اكتر. الفريق تحول بقى احسن كمان. كان شكله احسن صح؟ حصل. اصل هو برضه دي على فكره من ضمن الحاجات اللي يقعد يقول لك ينام طبعا اكيد اضاف شخصيه للفريق ومش عارف ايه وكذا. بس احنا الزمالك جاب جيل كامل يعني، قصدي كان عنده جيل كامل كمله بتامر وحسام وابراهيم وبتاع، خلى الفريق ده جامد قوي. مش حسام وابراهيم جابوا البطولات للزمالك، لا الفريق ده كله جاب البطولات للزمالك. هو حق الله برضه عشان كابتن ابراهيم بس تحديدا. هو بعد ما كابرال بعد واحمد صالح كان جامد جدا. بس قبليه ابراهيم لعب معاك بطوله افريقيا كان حلو قوي يعني. لغايه بطوله افريقيا اللي انت خدتها من الرجاء دي ابراهيم كان من رجالها على فكره يعني. صحيح موافق. بس هو كان بدا يستنزف بقى خلاص. وتامر حبيب بقى خلاص بقى. انا اصلا بغطي ورا حازم، اغطي ورا ابراهيم كمان كفايه الرحمه. فاهم الماتش ليه يا عم قاعدين بنتكلم مبسوطين وانا مش لاقي حاجه في الماتش. وانا اخر حاجه ممكن انت عارف اللي هو التيشيرت ده اللي هو انت عارف اللعيبه اللي بتلبس رقم 13 كده اللي هو الاجانب مثلا لو حد بيتشام مايكل بقى. بس مايكل بقى كان فقر برضه. تصدق كان فقر لسه واخد بالي يعني. هو كان بيلبس 13 وفقر على نفسه على باب. طارق السيد هيزعل مننا كده. لا ما هو لا قصدي في الثقافه الاوروبيه هم بيتشائموا من رقم 13. احنا ما عندناش القصه دي يعني. ما حدش بيتشائم قوي من رقم 13 يعني. فالتيشيرت احنا كسرنا قاعده ورحت الماتش وتأهلنا الحمد لله للفاينل. هو شرح الموضوع بتوصل معاهم ان في فنادق ما بتحطش رقم 13 اصلا كغرف. هم مفورين قوي في حكايه رقم 13 دي. هو الجمعه 13 يعني في الثقافه الغربيه الجمعه 13 اليوم جمعه لما يتصادف معاه يوم 13
ده بالنسبه له ايه ما تخرجش من البيت كده. طبعا دي كلها تخاريف والمفروض مفيش حد يؤمن ما شاء الله. واحد نص حياته عايش الا الجمعه يا بيه. ماشي. بعمل حاجات تافهه كده غير مكاني وانا قاعد في ماتش مش عارف إيه. انما الحاجات الكبيره دي لا والله بعيد خالص عن ده خالص تماما يعني. تمام ماشي. نروح للماتش. اول حاجه مبروك ان احنا تاهلنا. وانا كنت عندي احساس ان الماتش مش هيبقى سهل. يعني كنت واثق ان الماتش مش هيبقى سهل، وكنت عارف حيرة كابتن معتمد بتاعت انزل اعمل ايه دي. عارف انت بص انا بدرب لعيبتي مثلا على في طريقه لعب معينه وانا عايز اجيب جون فاهم. فتوح بيبقى زاق وعبد الله وبزيره مش عارف ايه والباكات بتطلع مش عارف ايه. وفي طريقه لعبه تانية اللي هو انا بدافع بعد ما اتقدمت اللي هو اللعيبه بترجع وكله بيرد وبلعب مش عارف ايه. طب ايه التوازن اصلا؟ احنا كلنا نقول لك توازن العب توازن. فهو ايه التوازن؟ انت وصلت بينا الحال ان احنا في الشوط الاول هو انا حسيت بلوزداد كان تقريبا مقسم الماتش ان انا اعدي الشوط الاول 0-0. لو جالي جون هجيبه بس مش نازل يجيب قوي مش نازل قوي يدور على الجون بلوزداد في الشوط الاول. دي تقسيمتهم. وهدور على الجون امتى؟ من الشوط الثاني كده ابتدي ادور على الجون بجديه في الشوط الثاني. احنا في رايي انا ما كناش عارفين احنا جاهزين نازلين ندور على الجون امتى. احنا كنا بنلعب ماتش التوازن. فوصلت بينا في اللحظه اللي انت تخيلت ان انت بتسحب بلوزداد عشان تجيبهم فتلعب في ظهرهم. هم ما جوش في الشوط الاولاني. فبقى الشوط الاولاني سلبي جدا لمده اول تلت ساعه. انت سلبي جدا. حسام قاعد الكره لمحمد اسماعيل ولا ده بيضغط عليه واحد بس كده بيضغط من بعيد. فانت حسام مهدي اسماعيل قاعدين ينقلوا الكره ومفيش حد واخد القرار يطلع الكره لقدام. انا مستنيهم يجوا هم ما جوش. نادر اول ما كان بيجي عليك وما كان بيجي من بعيد كده. فانت ما تبقاش عارف تعمل ايه. انت فاهم قصدي؟ انا رايي انا كان كابتن معتمد عليه ان هو ينزل ضاغط برهبه الجماهير. احنا شفنا الحته على فكره بلوزداد كانوا نازلين وهم بينقلوا لما تضغط عليهم كانوا بيطلعوا الكره في الاوت وبتاع وتاخدها منهم. ما استفدتش من دي. حسيت ضيعنا وقت شويه حلوين كده في الشوط الاولاني وبدانا نقرر نخش الجيم هجوميا في اخر الشوط الاولاني كده. انت فاهم قصدي؟ كنت محتاج بدايه اكتر من كده. متفاهم الشوط الثاني. طب قبل ما تروح الشوط الثاني انا عكسك بصراحه. انا كنت شايف احنا لاعبين الشوط الاول كويس قوي. كنت شايف ان احنا لما بنحب نهاجم في لحظات ما بنعرف نوصل او بس المشكله عندنا كانت في التمريرات قبل الاخيره دايما فيها فقدان تركيز. في لعيبه بكتيره باصات في المنطقه الخطر او مش الخطر اللي تعمل خطوره عليهم بتباصي غلط او استلام غلط او ناصر منسي بتلعب له الكوره كان اقل قدره انه يسيطر على الكوره وما يخسرش الكور كتير. عودي الدباغ مثلا يحاول يزن زميله فيلعب كوره قويه او بشكل غريب. الكور دي اتكررت كتير في الماتش يعني حتى مش بس الشوط الاول. لكن لما احنا كنا بننقل اللعب في ناحيه فتوح وناحيه عبد الله السعيد بالذات فتوح كان عظيم جدا. ما كانوش عارفين ياخدوا الكوره مننا. انا ما بشوفش ان بلوزداد كان ماشي ما بيجيلكش بس ما كانش عارف يمنع ان انت ابقى شامم ريحه الخطوره من الزمالك. انا كنت حاسس ان الزمالك كده اول ربع ساعه كنا فيه مش يعني. لازم اول ربع. انا بتكلم على الشوط عموما. انا بقول لك ما انا فاهم. انا بقول لك احنا نهينا الشوط. احنا بدانا بعد النص مش ساعه نهينا كده. بس يعني انت عمال رتمك يعلى. ما انا بداتش ليه برتم عالي يعني. انا كنت متخيل البدايه بالرتم العالي ده كويس. انا كنت متفاهم ان احنا لو ما سجلناش نبتدي نامن. بس انا كنت حاسس ان احنا الفوره الاولى دي عارف انت الشويه اللي بتوع قطوف الاول وشويه بتوع نهضه بركان السنه اللي فاتت الفوره دي لا دي ما كانتش موجود. دي ما كانتش ما انا استغربتها يعني فاهم. انا كنت مستني دي في الاول وكنت متفهم ان انا لو عملت الفوره دي في الشوط الاول وهجبت وما جبتش ابتدي اخبى بقى الشوط الثاني. عارف انت اللي هو هبت ريحه ولم اختنمها. على ايمن الكاشف بيقول لك اذا هبت ريحك فاختنمها. انا هبت ايمن الكاشف بيقول كده يعني. هو صاحب المقولة. انا عارف انا قصدي يعني المقوله مشهوره. فهبت ريحنا وما اختنمناهاش. فانا متفاهم ان احنا كنا نكش شويه الشوط الثاني. لا انا حسيت ان احنا ما استفدناش من البدايه دي. وانت حتى في امبارح في المباراه كنت بتقول ان ممكن يتسرب الاحساس للجماهير في بدايه الماتش لو انت وصلتهم لحاله عدم رضا ان الجماهير حماسها يقل شويه. وده ممكن ما عدا طبعا مدرج الثالثه يمين. بقيه المدرجات ما كانتش مبسوطه شويه ان في الاول قاعده تلاقي حسام قاعد ينقل المهدي ويدي اسماعيل واسماعيل بدل ما يلف ويطلع ياخد خطوتين يروح راجع من لافف. كانت في كوره مثلا بزيره يبقى فاضي وتلاقي اسماعيل فضل يلف. حسيت ان احنا كنا مستنيين حاجه من بلوزداد في الشوط الاولاني وبلوزداد ما عملوهاش. في الحته دي بالمناسبه بتاعت اسماعيل دي كذا مره عمر جابر بينزل تحت قوي ما بيسمحش ان الكره تطلع يعني بينزل تحت قوي. فلما المدافع او اللاعب المهاجم اللي بيضغط على محمد اسماعيل المفترض ان يطلعه من اللعبه. فعمر جابر راجع قوي لورا
فلما الكره بتوصل له عمر بياخد وقت شويه عشان يبدا ينطلق، فمن ينطلق نفس اللعيب ده يروح يضغط عليه فيقوم مرجعها تاني، اللي هو انت طلعتوش من اللعب. فانت في بالظبط ما طلعتوش من اللعب. فاللقطات دي رغم تفاصيل بساطتها على بساطتها بس ساعات بتاثر في مجرى اللعب. في الشوط الثاني حاول بنتاج يبقى ذكي في الحته ان هو ياخد شويه، فحسام يديه. عبد الله كان بيسقط سنه يسحب لاعب عشان ياخد المساحه، بس برضو ما كانتش ماشيه قوي الا في مره واحده بنتاج خد الكره وراح ودخل في العمق. بس في لحظه سواء بنتاج في الكره دي او بزيره حتى لما كان بيخش في العمق، الكره اللي هو احنا مش بنباصي وخلاص يا جماعه، يعني هو بيباصي شايف زحمه فبيباصي على امل مثلا اللعيب يتدربك ويعدي الانفراد. لا ما هي مش كده، ما مش هتعدي. احنا من اللعيب يختفي اللي في الطريق ده يختفي. باصي تخبط وتروح مثلا هيروح انفراد، مش سهله خالص القصه دي. او كره بتتلعب طويله زياده عن اللزوم، فتوح عمل مره واحده طويله. الوحيد اللي كان بيباصي بقى صح شويه كان فتوح بيباصي عموما بيباصي في القصير ده عظيم. لكن في الكرات اللي ورا المهاجمين في واحده طالت منه كده، كان لو بس ظبط رجله شويه كانت ممكن تبقى حلوه. وفي كوره ناصر منسي كان ممكن يودي عوديه دباغ ده بالشوط الثاني، يودي عوديه دباغ بنفس طريقه ماتش بتروجيت على ما اذكر. بس لعبها طويله قوي. ايه ده ليه؟ فناصر تحس انه كان فاقد التركيز الى حد كبير، مش عارف ليه. حتى قراره انه في كوره مثلا قام لعبها بالهيد من وضعيه صعبه، طب ما تاخدها على سيدك وتشوطها او شوطها على طول. حتى في كوره قطع على زاويه قريبه بس قام قاطع زياده قوي لدرجه انه خرج من حيز الجون، فاضطر ان هو يهندل الكره تاني بدل ما يشوطها على طول يحولها في الجون، لان صعب لو حولها ازاي. فتحس ان ناصر اللي هو واحد بيبلور لك هجمتك ما كانش في المستوى النهارده. وده في كوره بقى اللي هي كانت الشوط الاولاني، فاكر احنا في كل المباراه قلنا ان هي فرقه بتعمل ضربات جزاء، قلت لكم واتكلمنا حتى في ضربات الجزاء اللي بتتنشل دي، اللي هي الكره دي اللي هو انت بتلاقي المدافع فبتسرقها من قدامه وهو يشوط رجلك. هو ما كانش شاط رجله قوي، بس كان في احتكاك ما. خبط ركبته. انا طبعا من الملعب ما شفناش قوي، انا عدتها بالموبايل تاني. انت شفتها في الموبايل يعني بالتصويري وعدتها تاني. ما اعرفش طبعا في التلفزيون انا سالت في التلفزيون قالوا لي ايه صفت. قالوا لي ما اتعدتش اصلا كتير، يعني ما تركزش، بس احساسهم برضو ان كان فيها في بس هو بسبب عدم وقوع ناصر. عمر حاجه ما هيديك كوره وانت كملت الهجمه ولفيت اصلا حطها بشمالك بالظبط يعني. وده الغريب يا ناصر ان الكره دي الف ب لعيب عايز ياخد ضربه جزاء صحيحه، مش بقول يسرق، لا هي بتبقى سرقه مشروعه اللي هو ايوه اقصد ان هو يكلفت، فاهم قصدي، يستغل سذاجه المدافع. لا احنا قلنا ساعتها عن حتى عبد الله في ماتش انبي، اللقطات دي انت عارف ان المدافع هيدخل برجله، فانت مجرد اللمسه اقع وحقك يعني مجرد اللمسه توقع، اللمسه دي توقع اصلا. وهو على فكره لو تلاحظ كان ناوي يقع وما وقعش. ايوه بالظبط، اتكعبل كده من كتر الضربه، كان في ضربه طبعا ورجع حب يحطها بشمال. طب ليه؟ طب ما تقع. هو خاف ان هو ما يتحسبلوش فيضيع فرصه انه يشوط، بس انت اصلا مش مرتاح في الشوطه. انت مش واحد مثلا قدامك وشك للجون ولعيب خبطك بس اهو يمكن اشوطها احطها في الجون. هم مش قوي يعني ساعات في القويه اقول لك في ماتشات في افريقيا مش عارف ايه كده الهم غير الحكم مش متاثر وازود لك عليها كمان لا يعني في احيانا الحكم يخاف من جماهير المنافس يعني. الماتش الحكام دايما في الهوم في افريقيا بيميل سؤال الهوم. وازود لك عليها كمان لا في فار ساعات بيلقط الحاجات الصغيره دي. يعني في احيانا من غير الفار الكور دي ما بتتلحقش. صحيح. انما هي الحكم احيانا في وجود الفار الكور دي بتتلقط يعني. صحيح. وفي واحده تانية كانت شبه برضو بتاعه السوبر الافريقي وراح ما لطش، قطع سبق قوي. عدى حيز الجون، فعشان كده عشان يلطشها صعبه. هو عموما يعني برضو احنا اتأثرنا بشوية حاجات عشان احنا عيبنا شوية على الاستراتيجية اللي بدأنا بيها اللقاء دي. انا بشيلك ممكن لكابتن معتمد، لكن في حاجة تانية كابتن معتمد ممكن يكون بريء فيها شوية، ان انت برضو الفرقة مبنية، انت عندك وينج واحد انت بنيه على اصل احنا دايما الاختيارات هتقول لي شيكو بنز نزل شيكو بنز فاهم الماتش اللي قبليه نزلت شريف ليه؟ ما هو مش راكن رافينيا يا اخوان، يعني هو مش راكن هو دي اللي عنده يعني الفرقه فيها وينج واحد، فما يبقى الوينج ده النهارده كان باين ان هو مش في احسن حالاته. انت فاهم بسبب ممكن ان شاء الله هو سليم ودي يعني احنا اطمنا عليها طالما لعب الوقت ده كله، لكن انت ممكن تكون سليم بس انت مش بدنيا فت عشان التدريبات طول الاسبوع انت ما اتدربتش قوي، فانت مش بدنيا في افضل الحالات او خايف شويه برضه فمش عارف يعني عارف بيلعب برضو ايه من غير ما يعمل الشغل اللي هو بيعمله. لا والمعلومه كمان ان هو حتى بعد الماتش ما كانش حاسس بمشاكل يعني قصدي يعني دي معلومه بقى ان هو بعد الماتش مش مثلا طالع عشان حس بحاجه لا ما حسش بحاجه. هو يجهز بقى البيراميدز ان شاء الله ويكون متدرب كويس فيبقى تمام. بس انا قصدي فالوينج الوحيد اللي عندك اللي هو عقل الفرقه
برضو ما كانش في أفضل حالته حالاته. البدنيه. صحيح. ففرقه بتبقى فقيره قوي في الحل زي دي. اه وازود لك عليها اللي انا برضو يعني كان عندي علامه استفهام شويه مع كابتن معتمد. هو محمد سيد بعيد قوي ليه؟ يعني محمد سيد من اللعيبه، يعني انت نزلت ربيع، انا حاسس ان يعني ربيع لعيب كويس وكل حاجه، عمل واحده ماشي مستفزه انا ليه. هكمل. بس انت في الجيم ده كنت محتاج لعيب بيهاجم ويدافع وعنده نفس. محمد السيد هو التمانية اللي عندك اللي كان بيعمل ده. انا حاسس ان محمد السيد بعد مباراة انبي بعد شويتين ثلاثة، يمكن كابتن معتمد لما لقى بنالتي محمد ابراهيم على بنالتي محمد السيد نقص خبرة كبير حصل يعني. بغض النظر ممكن بنالتي محمد ابراهيم تشوفه بنالتي مش بنالتي، بس بالنسبه لكابتن معتمد 2 ناشئين راحوا مش لك ضربتين جزاء. فممكن ثقته، يعني انا بشوف ان ممكن ثقتك تقل فيهم شويه، بس يبقى جزء من الماتش. صحيح. محمد في ميزه ان هو لعيب 8 50 50 هو بيدافع ويهاجم. فما بتحب تنشط في وقت زي كده في مباراه زي دي، كان محمد مناسب. صحيح. ومحمد كورته حلوه، فكان ممكن يبقى نفس يعني. وعايز الماتشات الجايه خلي بالك انت هتلعب ايه؟ انت هتلعب خميس بيراميدز، 2 انبي، جمعه الاهلي. لازم خلي بالك انت فتوح وعبد الله لاعب ماتش انبي تاني بقى. ايه لاعب ماتش انبي. لا مش لازم يعني ياخد اوقات. لازم. انا عايزه ياخد اوقات وجهزه وخلي رجله في الملعب عشان محتاج ياخد اوقات. انت فاهم قصدي؟ انت في نصاص نص ساعه في الماتشات دي لازم ياخدها محمد لازم. ومحمد ما كانش وحش لما استخدمناه. صحيح. في الفترات اللي هي استخدمناه، يعني كان في كايزر تشيفز كويس، في ماتشات كتير كان كويس قوي. ايوه وفي ماتشات تانية كان كويس. على فكره نزل في الاتحاد ونزل في زد، الماتشات دي كان كويس فيها. مش هو بالذات مش حاسس ان هو اللي يبعد كده، اللي يبعد لدرجه انه ما لعبش ولا دقيقه في بلوزداد هناك، ولا دقيقه في بلوزداد هنا، ولا دقيقه في اوتوهو هنا. ناس شويه صغيرين في اوتوهو هناك. ده من بعد ماتش انبي، يعني 4 ماتشات ب 360 دقيقه خد فيهم ممكن 20 دقيقه. لا محمد سيد كانت رجله في الملعب افضل من كده بشويه، ومحمد ابراهيم كان رجله في الملعب اكتر من كده. عشان كده حتى لما شفناه النهارده برده ما كانش في افضل حالاته. ما اعرفش هل الركن الكتير ده مش صح ولا ايه، خاصه ان عمر جمال مش بيقدم شيء مبهر اصلا. يعني في اوقات في كورتين جمله عمر النهارده للرفعات، فيهم واحده كانت حلوه قوي اللي اتعملت له، كانت جمله حلوه في الشوط الاولاني، الكوره بتنط وبتاع، كان المفروض يظبطها مع بس لعبها مش وحشه، مش وحشه بس مش حلوه. بص يعني انت الكوره بتنط عايزه من ناحيه اليمين، يبقى المفروض تنزل على راس اللعيب. وبعدين انا احيانا لو الاوفر عالي شويه ولا بتاع، بس انت معاك انت اهو وفي باك كده وبتاع، ده انت كنت لوحدك. لوحدك دي اظبطها لي معلش، يعني لوحدك دي لا تروح على راس نصر بالظبط يعني. يعني انت فاهم قصدي؟ يعني انا ممكن اسامح في اللي بيبقى تحت ضغط ومش عارف ايه وبتاع، انما لوحدك لا كنت تظبطها على راس ناصر يعني. وان كان هو في كوره اتكشف فيها خط الوسط بتاعنا كله، بقى الاربعه الدفاع بس هم اللي قدام المرتده، واتلعبت على اليمين، قدر ان هو يعمل بلوك كويس قوي. جدا كانت حلوه قوي منه. بس بمناسبه الاوفرات يا خليفه، لاحظت ان فتوح رفع كتير النهارده مش عبد الله. هل عشان من اليمين بدانا ناخد القرار ده؟ من اليمين في رايي انا اللي من اليمين، حتى في عبد الله كان بيرفع برضو اللي من اليمين كتير، رفع 1 و 2. انا وجهه نظري حتى في الركنيات هو عبد الله اللي بتبقى ناحيه الشمال بيرفعها كويس. على فكره الجونين اللي احنا جبناهم من كرات ثابته سواء في توهو او في ماتش المصري كانت كورنرات ناحيه الشمال بتاعتنا، وعبد الله بيرفعها فتبقى خطيره انها بتلف وكده. انما بتاعت اليمين دي محتاجين حد اشول يرفعها. حتى الركنات اللي ناحيه اليمين ما بتطلعش. وفتوح ولا هيقف في مرتده يعني، ولا يقف من الاثنين اللي في مرتده، ولا هيقف ولا بارع في العرضيات يعني. ولو بدلت فتوح مكان عبد الله في التمركز عادي يعني. انت لو حطيت عبد الله يعني فتوح اللي هيرفع، وعبد الله اللي يبقى مثلا في نص الملعب، ما هو عبد الله برضه نفس المزايا، بس ممكن ما يقدرش يلحق المرتد يعني. ممكن يفكر فيه عشان كده. ما هو فتوح برضه مش سريع قوي في المرتد. انت بترجع بنتايج، انت غالبا بترجع بنتايج. انا عارف مش بتكلم على الاثنين، بتكلم على الثالث مثلا. هو واقف على حدود منطقه الجزاء، غالبا بتحتاج انه يعمل ضغط عكسي سريع او بيضرب ويعمل فاول ولا حاجه زي بالظبط كده يعني. ممكن يبقى له تقسيمه ما، بس كده ممكن بزيرة اللي يرفعها من ناحيه يعني ابو زيرة اللي هياخدها بدماغه ولا هيشوف ارفعها. ورفعها في كاس الرابطه، رفع كام كره ثابته كويسين. كان شعورك ايه وهو بيشوط باليمين؟ والله ما كانتش وحشه على فكره. شاطها مش احسن من اللي عارف انت مش معالي التوقعات قوي بالكوره، فالكوره اتشاطت معاه وراحت في ناحيه الجون. بس طبعا كان غابه يعني، في غابه من لعيبه شباب بلوزداد اللي فراي لعبوا ماتش يعني مش توب برضو. انا بشوف انه ما زلت مؤمن ان الفريق ده انت قفلت عليه العرضيات موتته تقريبا. هي الكوره بتاعت مهدي دي
هي الكره الوحيده الخطيره علينا 100%، اللي كانت فعلا خطيره جدا، وتكرار لنفس الغلطه اللي بتحصل في ماتشات كتيره، حصلت في ماتشات كتيره، اللي هي التلعب في الكوره في ظهر الباك الشمال، يطلع حسام عبد تتلعب باك باص للاعب الجاي من خلف محدش مراقبه. لاحظت من مش عارف ما شاء الله عليه، كل شويه استعين بكلامه دكتور طارق اللي موجود على الانستجرام، مميز جدا جدا يعني، تابعوه. جاب لحظه حسام، دايما هو بيلقط التفاصيل دي حلوه، فجاب لحظه ان فتوح كان معاه الراجل اللي اتحرك ورا بنتاج ده، والحسام راح معاه، كان فتوح معاه، فجأة هو ساب فتوح، ففتوح من غير ما يعرف حتى مين هيراقبه بيشاور امطار، يعني حتى مش هيقابل لعيب، يعني هو مش الكرة مش جايه على فتوح، فهو مثلا حد يمسك الراجل ده وانا عشان اقابل، لا انت الكرة بعيد عنك اصلا، فسابه وبيشاور وفي ظهره حد يمسكه. ايوه ما انت مش متاكد مين حد، هل انت اتاكدت، هل انت عرفت ان في حد مراقب ولا لا؟ فتساب الراجل وهو اللي اتحرك عند حسام، وادم كايد ما تابعش الكرة بعدها. فالكرة دي يا جماعه مكرره، ارجوكم ننتبه ليها. احنا شربناها طول الموسم. يعني ربنا يبارك له مال سليمان. جونه، وادي دجله، الاهلي. وادي دجله يمكن مش بشبهها بالظبط، لكن الجونه الاهلي. في ماتش كمان زد اظن، زد ماتش زد. ففي كذا مره تتكرر، اتمنى يعني كفايه بجد اللقطه دي. بينما الباقي هم كفريق عرضيات، هيعمل ايرلي كروس، هيعمل ليت كروس، هيعمل من اي مكان. عندنا رجاله حديد ما شاء الله عليهم، ربنا يكرمهم. وانا مش هخاف من المجتمع، مش هفضل اقول اخاف اشكر في اللعيبه عشان لو حصل حاجه، ما هو ممكن يحصل حاجه عادي، اي بني ادمين ممكن يحصل اجوان تخش مع عرضات عاده طبيعي، بس هم يعني بيدوك امان، باحساس بالمسؤوليه، قصدي يعني تحس ان انت اللعيبه دي اغلب الكرات بتطلع، ومش بس من حسام ومحمد بالمناسبه النهارده، ده عمر جابر طلع وفتوح طلع يعني، وبنتاج طلع في كذا كوره، لعيبه كتير جدا طلع، عمر جابر طلع 2 على الاقل على فكره. معلش كوبانزا اللي راح كان عايز ينزل يعمل لهم اسيست، ده طلع ميتنا طلع ميتنا. تعال نروح لكفته ودخان بقى، عشان انت شكلك عايز تتكلم عن فرديات كده. جاي معادنا مع كفته ولا دخان، وفي شويه لعيبه كفته وفي شويه لعيبه دخان في الماتش، يعني متوزعه اعتقد، ولا ايه رايك؟ هو اول حاجه المهدي طرب طرب وريس، ده جاب لنا المباراه. بص في لقطات انت ممكن المهدي ما جاش عليه حاجات كتير طول الماتش، كتير على فكره، وده برضو يعني فكره احنا بندافع معقول، يعني احنا مش مرضيين قوي على الجيم اللي لعبوا الزمالك، بس الزمالك ما كانش محترم، مستباح دفاعيا خالص. بالظبط، انت ممكن ما تفتكرش للمهدي حاجه غير لقطه، بس هي لقطه. هي البطولات والحاجات اللي زي دي التفصيله الصغيره. بفتكر كلمه دايما أليجري، تكسب السباقات يبقى انف الحصان. النهارده مهدي كان انف الحصان اللي جابت لنا المكسب. انف لشمه الطرب، شمه الدخان. والله الكوره مش سهله، وطلع عليها كويس، قافل جونه كويس، واللي هو خلاص بقى مش نايم لتحت فتعدي بتاع كده وكده، وشالها شبيهه بالتدخل بتاع الحارس بتاع اللي هي مع الدباغ في لقطه لحد ما صح. التاني بس بتاعت الدباغ كانت اصعب كمان، الواد جت في ايده شعلان ده شالها بايده كده الدباغ، انا كنت زعلان منه في الملعب عشان كنتش شايفها، بس لما شفتها هنا حسيت ان الدباغ حطها كويس، حطها بيمينه كويس وكانت تعدي. فمهدي بما انه ما اختبرش في حاجه غير الكوره دي، في 10 من 10 اختبار واحد وصعب ونجح فيه بالظبط. هنعمل له مفيش اي حاجه تانية ليه نعمل له 10 من 10 يعني خد يا مهدي، ربنا يكرمك، انت مروحنا مبسوطين. صح بالظبط، ربنا يبارك له يا رب. طيب حسام برضو من اللعيبه توب يعني. انا زعلت بس من الانذار اللي خده ده، قلقا من ان ده يكون هو طبعا مش الحمد لله مش الانذار الثالث، احنا طبعا الانذارات بتتصفر بعد ب3 صح، مش ب3 القاعده دلوقتي اتغيرت، كان زمان ب2 بعد دور المجموعات هم ب3. عدي خد انذار على الماسك. عدي في ايه يعني، بس اعتقد عدي مش واخد. لا اقصد ليه اصلا ياخد انذار على الماسك؟ لا بيقول لك ان دلوقتي التعديلات بقت يمكن انا ما تابعتش القصه. قالوا بعد اوباميانج ما كان بيلبسوا كتير وبتاع، عملوا حاجه زي كده من ساعه ما زعل توني كروس، توني كروس انتقد الموضوع. عدي صعب يعني ما يجيبش 3. حسام انت بتقلق، ده مدافع في النهايه. انا اعتقد اوتو هناك ما خدش، اوتو هنا متاكد انه ما خدش، فجاه احنا كنا زعلانين اصلا ان حسام اللي كنت متخيل ان حسام اللي اتطرد من الصبح في الملعب صح، فكنت قلقان. فحسام ما خدش اعتقد في اوتوه، وما اعتقدش انه خد هناك، فده الانذار الاول. فان شاء الله هو كده معانا في ان شاء الله يعني، الا بقى لان انا مره كنا قاعدين برضو كابتن ابو العيله، فقبل ماتش كنا الزمالك بيلعب بترول اسيوط، قبل فاينل الكاس ضد الاهلي بتاع 2007 بتاع عمرو زكي ده، فكابتن ابو العيله خد انذار، فالدنيا كلها قاعده تقوم وتقعد، كان سمير عثمان الحكم،
فكابتن ابو العلا خد انذار، فالناس كلها فقعد يقول لهم ما تقلقوش يعني ان ده الاول راح طرده بعديها. بص هنكئب بكم باي من طريقه. الاسباب طبعا ان انت لعبت الماتش ده بدون ديفندر انت. آه. بس يعني الناس ناسيه ان انت صح. يعني ان انت لاعب من فاينل الكاس ده بدون ديفندر. أيوة. وكان كابتن ابو العلا بيلعب ماتشات الاهلي بشكل كويس، وكان جدا. ركيزه اساسيه عندك في خط الوسط. ولعبت المباراه ديت، الناس ناسيه احنا لعبناها باسامه حسن ومش عارف مين صعب وفي اثناء الماتش طلع كمان احنا قعدنا نعمل تغييرات ما كناش عارفين نعمل ايه يعني. فعلا دي حقيقه، وضعين مركز ارتكاز قديم معانا احنا فعلا من قبل، يعني من تامر حميد لغايه طارق حامد، وبعدين طارق حمد مشي ولغايه يعني لسه شويه عاوز في اتكلم الدايلاما معاك دي عن لحد طارق دلوقتي. حامد في الكره وسنان. ماشي ماشي. نتكلم عن طارق حامد برضه، هو موضوع نتكلم فيه. هندي حسام، انا هدي حسام 9.5 يعني. انا 9.5 عشان الانذار، بس كنتش عايز ياخد الانذار. هو حب يعطل وعمل نفسه ان الجون ضربه، فالحكم راح مديله الانذار يعني. بس هو المباراة بالمناسبه مثالية حتى الكرات المرتده اتعامل معاها بشكل كويس، ومفيش كره والله والخروج بالكرة لخبط كان فيها بيخرج بالكرة عشان ده احنا ده إيه؟ مش خرج ده مش بيباصي بس، ده بيخرج راح مرتين وعدى الكره حلوه جدا لغايه لغايه اظن لغايه بزيره باين او المنطقه. هو في ميزه في حسام واضح جدا ان هو بيطور في نفسه يعني. حسام كل شويه بيزيد في حاجات، ونقط الضعف اللي عنده بيشتغل مع ناس برايفت وحاجات زي كده. جبنا سيره الناس دي ويا اخوانا يا اخوان والنبي جددوا له حسام، جددوا له، الحقوه يا اخوان. يعني بدري قوي انت مش ده اللعيب اللي تفضل تسيبه ومعلقه مش عارف ايه ما هو مش عايز يجدد قبل كاس العالم. ماشي في حته ماشي بس يا عم هو جدد معاه شرط جزاء واتفاق اي حاجه مثلا في لعيبه مثلا انت ممكن تراهن على ايه. فتوح مثلا ممكن تسيبه شويه ليه، فتوح خلاص بقى كابتن النادي ويلبس الشاره، وتحس ان فتوح تحس كده عاطفيا مفيش احتراف وهيكمل معاك. انما حسام لا، حسام لا، انا متاكد ان دماغه دي متاكله اصلا من الضفه الاخرى. كمان يعني مش بتتكلم على احتراف بس. طبعا طبعا. ومحمد اسماعيل تديله كام؟ يعني الكره اللي سبقت نط دي وبتاع تقلله درجه بس اديله 8 لان بقيه الماتش كان كويس. اديله 8 برضه. الشوطه المستفزه دي بالمناسبه، يعني بما ان احنا جايب سيره البين دفاع، الونش نزل كتغيير خامس في اخر الماتش، كان باقي دقيقتين. انا طبعا قعدت اصوت لان انا اصلا كنت بشوف ان التبديل الثالث كفايه، ولو انت عايز تنزل ونش نزله كتبديل رابع، او يعني تعمل تبديل او لا. وانا عارف ان انت ما ينفعش تعمل رساله سلبيه للعيبه انك تنزل عواد احتياطا انك هتلبس جون، بس ما كنت ما خفتش شويه يعني. انا بالنسبه لي خفت لان لو لا قدر الله لبست جون انت عواد مختلف خالص. طب انا اقول لك على حاجه. مهدي اتشاط عليه. انا اقول لك على حاجه بجد والله، انا تاملت في ضربات الجزاء اللي اتحسبت على الزمالك في وجود مهدي سليمان. الكره بتاعت انبي كانت وحشه. استنى بس صدها وحش. ايه صدها وحش قوي. الكره اللي كانت في ايده وما بس بيروح كويس. ماشي. عندي احساس انه لو لعب ضربات جزاء يصد يعني. ماشي بس عواد قوي قوي. انا ما بقولش ان هو سيء او مش يعني لا انا حاسس ان مهدي برضو ممكن يبقى كويس في ضربات يعني. اداني الاحساس ده بيروح. يعني في بتاعه زيسكو راح بدري، يمكن بدري شويه. بتاعه انبي هو بيروح بس ما بيصدش يعني. ماشي هي بتاعت انبي الوحيده اللي كانت بيروح يصد. لا والله اللي بيروح ده هيصد يعني. طيب يا رب ماشي. فده بس يعني ايه، كان ده التحفظ الوحيد في الكره بس يعني لا هقول لك انا تغيرت الونش برضو انت بتقتل الدقيقه. خلي بالك الحكم السوداني احنا اختبرناه في ماتش كايزر تشيفز، ضاع وقت جوه الوقت الضايع وما زودش. هو النهارده برضو التغيير دي خدت لها نص دقيقه وصفر توت 4 يعني 5 بالظبط بالثانيه. معظم حكام افريقيا كده محدش بيمد الوقت الضايع قوي غير لو حصل حاجه فجه. انما تغييره كده خد لها 30 ثانيه. فانت برضو حط كابتن معتمد تغييره ب 30 ثانيه وبيلعبوا على الكور عاليه. لا هو الونش تبديل صح، انا مش ضد تبديل الونش. انا اقصد كنت تنزل ونش من قبلها حتى يمكن شويه. انت كنت حاسس ان انت محتاج ادم كايد برضو. خليك يعني. لا ادم كايد كان التبديل الثاني. هو شيكو بنزا نزل لوحده باين. لا لا نزل هو 2 في 2. انت عملت 2 في 2. ماشي. بنزا ومين اللي نزلوا؟ بنزا وادم سوا. بنزا امال الاولاني كان قبليهم كان ربيع لا ربيع نزل بعد كده. ادم نزل الاول. يبقى ادم. ربيع نزل بعد كده. ايوه يبقى ثواني يبقى ادم ربيع وبنزا نزلوا مع بعض. ممكن ربيع وبنزا كايد ومحمد ابراهيم. بالظبط كده. طيب ادم كايد ومحمد ابراهيم نزلوا في الاول. ماشي. فانت ربيع وبنزا دي كانت يعني تغييرات برضو ضروريه جدا يعني. عبد الله كان وقف خالص وعمر كان اشتكى. ادي تغييرتين ضروريين. تغييره ربيع كانت منطقيه بس انا ما كنتش عايز ربيع، كنت عايز محمد سادس. كانت تغييره منطقيه. وتغييره شيكو بنزا على الورق صح برضو على فكره. صحيح. بالحديث بس هو خبط واحده بدماغه كده عالميه. وبالحديث عن الاخطاء وحديث عن ربيع يعني انا بدافع عنك كتير. الكره اللي على الكورنر لعيب مديك ظهره
بشبه كده خطا عبد الشافي اللي هو ما بيتكررش يعني في ماتش اوروجواي كده، ماتش مصر محدش بيعرف فاول هنا. فريق اصلا ما عنده عاجز ان هو يعمل لك يعمل خطوره الا من العرضيات، تقوم عامل فاول ملوش لازمه ولا لاي منطق. ليه يا حبيبي؟ وبعدين الواد عمال يقع كده يعني، هو اصلا كده فعمال يزق فيه اكتر او عمال يخبط فيه. حبيبي ما انت هتدي الحكم الرايه سريعا، وبعدين ده عند الناحيه اللي فيها حكم الرايه مش الناحيه الثانيه. ايه المنطق؟ ايه المنطق حبيبي؟ ان انت برضو شويه عقل بقى ربيع، عشان في حاجات انا بدافع بيها عنك، بس في حاجات لا هسيبك فريسه للناس. يعني بص في احيانا بقعد اقول الخبرات وبتاع، بس دي مش محتاجه خبرات، دي محتاجه تفكير بسيط جدا. لاعب مزنوق وفرقه مميزه في الكرات الثابته، واحنا قلنا ما نديش مش اخطاء مجانيه غير اضطرار. قال لك كده يعني يعني اكيد واضحه يعني. بس لوحدنا يعني. فليه يعني حاجه مستفزه الصراحه. مستفز. طيب عمر جابر. عمر انا بحس برضو انا في المدرج احنا ممكن لنا راي ان محمد ابراهيم هجوميا افضل وبتاع، بس انا ما بشوفش في تحفز في الحته دي. هم جايين بالشنطه ان عمر وحش، قالوا جاي من البيت ان عمر وحش، فعمر مش سيء. يعني لدرجه ان انا انفعلت عن الناس. انا عمر اصلا في لقطات فعلا ضايقتني في خروج بالكوره، موافق جدا، والعرضيات برضه هو على قده فيها، وهجوميا هو مش اقصى حاجه، بس الكوره دي يعني الكوره دي هو كان بطل الدفاع في عنها. واحد قال لك عمر يا عمر، قلت له وسايب مكانه يا حبيبي، ده الدفاع مكشوف وهو اللي لحق الكوره عمل بلوك. ده افضل لقطاته. لا بقى اللي هو كنت خلاص بقى فاض بيا، فقلت له يا جماعه مش معقول يعني، فاهم؟ برضه احنا برضه في النهايه عايزين اللعيبه دي كلها. فانت برضه حتى يا عم بالشكل العملي، مش بقول لك اضغط على نفسك وادعم وبتاع تاني، بنكرر نفس الكلام. الكوره دي يعني ففي تحفز زي ما كان في تحفز ضد صبحي كده، وفي حاجات بتبقى مستحقه فعلا اللعيبه تتحفز، دي تتحفز ضده، بس مش بهذا السوء فعلا. بس يمكن انت جاي من ايه فكره ان انت ايه محمد ابراهيم كان الماتش ده هو اللي ياخده. انا في رايي انا متفهمت جدا الماتش كان ده ياخده لو كابتن معتمد كان نازل ضاغط وبيهاجم. انا اكتشفت حاجه، كابتن معتمد اصلا استراتيجيته ان انا عايز اصعد ومعتمد على الواحد. محمد ابراهيم مش سيء في الدفاع رغم ان هو تصريحات كابتن معتمد كانت كلها ان انا مش هعتمد على نتيجه الذهاب، لا احنا بادئين الماتش مش 0-0، بادئين الماتش في مخنا ان احنا 1-0. دي باينه مليون المية. ولا هو شاف ان عمر كان ولف لفتره طويله مع انه في الخاسف قبل نهايه اخر تلت ساعه الماتش اللي فات، فقال لك كمل خلاص ماشي الحال، عرف ستايل اللعب بتاعه مش عايز لعيب كذا، وشاف الفرقه عباره عن باكات بترفع عرضيات كتير، فهو ممكن ماشي. عموما نديله كام؟ عمر ممكن ياخد له 7. ماشي حلو. بنتايج ايه الكره اللي في الاخر دي بقى؟ الكره اللي بيدي بكتف في حاجه انت ما بتديش لحد فرصه ان هو حتى يتسلق. ليه في حاجات كده بتولعك كتير 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 دي. وكان في لحظه ما بزيرة فاضي وفضل يجمل برضه، مدخل في العمق اكتر. قلت هيشوط ما شاطش بقى، وحب يباصي جاي يباصي بعد ما كنت تشوط بقى. يعني انت بتشوط كويس كمان. وحتى الكره اللي كان هيخدعنا كلنا ان هو مش هيشوط من 35 يارده وقرر انه يرفعها. كان في واحد فاتح جنبه على اليمين، ارفعها وقرب، قصدي بصيها له عشان يقرب الكوره. مش هترفعها من اقصى حته اترفعت اي كلام. احنا ما استغناش الكوره الثابته خالص النهارده. لا ما كانتش الا كوره جبنا جون صحيح. جبنا جون بس على حاجه بسيطه قوي. بنتايج مستنى منه اداء هجومي اكتر من كده، لكن دفاعيا ما كانش وحش. يعني ياخد 7 زي عمر. ياخد 7.5 يعني، يمكن افضل. كان عنده حاجات هجوميه مش بطاله يعني. انا شايف ان الدرجات كريمه شويه على الماتش السيء اللي احنا عملناه ده. احنا مبسوطين يعني. مبسوطين خلاص. عمر 6 وبنتاج 7. ارجع كده. لا عمر 6 وبنتاج 6. ماشي. شحاته 2 عارف انت فاهم. عمال خسفنا باللعيبه الارض. شحاته ما كانش وحش. شحاته كان كويس. يعني من القلائل اللي كان متابع وبتاع، وكان بيحاول بالظبط وبيغطي تقدم عبد الله وفتوح الى حد ما. مفيش لقطات مبهره يعني، ولكن مش بطاله. اديله 7 أو 8. اديله 7. عبد الله عنده احسن من كده شويه يعني، ما كانش في افضل حالاته النهارده، وان كان في كام تغييره ملعب عملهم حلوين كده وبتاع. بس انا يعني الكره اللي عملها لعمر جابر في الشوط الثاني كانت حلوه قوي. بس لا عبد الله عنده احسن من كده، ياخد 5 عشان هو عجبنا في ماتش الجزائر. الماتش كان حلو قوي. مش هديله 5 كتير، قليل. او 5 بصراحه يعني. هقول له ان اقل اسوأ مع عمر جابر وبنتاج. لا خلاص 6. ماشي 6. فتوح عمل كام كوره كويسين. كويس. بس في واحده مستفزه في الديفندر اللي هو الاصلع ده، شد معاه. هو المستفز. لا ما انا عارف، ما هو الولد حاول يفلسه. شد معاه في الشوط الاولاني.
ففي كوره كانت هجمه لينا، كان ينفع تبقى مرتده كويسه، راح فتوح هو مدور عليه السوسه السوسه راح مديله هيتجنن، كوبري. اديله كوبري في وقت تاني يعني. ده بزيرة طالع فتح لك باين ولا الدباغ مش فاكر. مش فاكر قوي، بس السوسة اداله كوبري هتجننه. بقى، اللي هو ايه، انا هرد عليك بس بطريقتي. يا عم مش وقت دلوقتي يا عم فتوح. بس هو برنس الوسط، وكان من القليلين اللي بيحط الكوره تحت رجله ويعدي ويعدي الامان وكعدي الكوره من 2 3 ويخرجهم بره اللعب. لا مش هديله اقل من 8 بصراحه. ماشي، هو من القلائل اللي كانوا كويسين النهارده، ماشي، حلو. بس البدني بتاعه برضو وقع شويه في الشوط الثاني شويه كتير، ما طبيعي في حته إيه الثمانيه دي. دي طب اقول لك ايه، فنيا انت في الماتشات القويه مستعمل فتوح وعبد الله، ولا ياخدوا اجزاء من المباراه مع، يعني انا هستخدمهم الاثنين بس استخدمهم في نفس الوقت، او استخدمهم الاثنين في نفس الوقت في الشوط لو انا التاني. بطارد نتيجه بطارد. وبتاع، انما ممكن ما ابداش الماتش بالاثنين. بس السؤال برضو، هما لو ما بداوش، ما انت ما عندكش ربيع برضو، في عيب رتمه بطيء شويه في الضغط السريع ده. يعني في كوره مثلا الربيع وهو بيستلم ما طلعهاش بسرعه، بيتضغط عليه. هل الوزنه تكون شحاته ومحمد السيد وفتوح مثلا في الشوط الاولاني، وعبد الله ينزل الشوط الثاني وهكذا، والدنيا او تمشي؟ ممكن تحط فتوح باك شمال. لا الوزن هنا ماتش بيراميدز ابدا بيهم عبد الله وفتوح، كبداية. لكن ماتش انبي ما ابداش بيهم هما الاثنين. العيال عافيه وسريعه وعيال بدنيا مش طبيعيين. بيراميدز اشرس وهجوميا اشرس بس انا عايز اكسب الماتش ده. انا مش عايز اقبل لعب كتير. انا عايز العب الماتش زي الماتش اللي لعبناه، الماتش بتاع الدفاع الجوي كده. انا كنت بهاجم ساعات، كنت بقبل لعب، انا فاهم كل حاجه، بس اقصد في لحظات انا عايز امسك الكوره وعايز مش عايز اخلي بيراميدز كده مسيطر عليا، وعايز اكسب ان انا معايا جماهيري وبتاع، اشتغل بالماتش ده. وحتى لو بعد كده لجأت لحلول تانية اوكي، بس ابدا عبد الله وفتوح لازم 60 دقيقه على الاقل في الماتش يكونوا موجودين في ماتش زي بيراميدز. ماتش انبي لا، العيال بدنيا عيال جامده قوي صراحه، عيال عافيه كده فاهم، سريعه وقويه. بينما بيراميدز في برضو يعني اقول لك ايه، سنا مش طول الوقت بيجروا، يعني بيقرروا احيانا يهدوا يوزعوا مجهودهم. التانيين مكن حامد حمدان غايب، فهو مهند هو الوحيد اللي عنده مجهود كبير. هو طبعا بالزبط. عندهم قطه برضو بيجري كتير قوي، لكن قطه هيبقى برضو مش بنفس الشراسه الدفاعيه قوي يعني، هو بس هو بيجري كتير قوي. الكارتي مش جري كتير مثلا كذا يعني. هو لو لعب بالكارتي جنب بتاع العب 60 دقيقه بين الاثنين وحلها الحلال، فانا بشوف كده ممكن محدش عارف اللي ممكن يحصل يعني في كل الاحوال. خير. طيب احنا نروح لمين اللاعب؟ بزيرة كان من اقل، بس ما اديناش عبد الله درجه ولا ادينا له 6 صح. بزيرة من اقل ماتشاته، لكن مش من اقل اللعيبه يعني. بص انا مش هقيمه الماتش ده لان كنت حاسس انه مش في حالته البدنيه الكلام، فيبقى بره يعني. في لقطات بيلف كده وفين السبرنت بتاعك اللي بتعمله بالكوره ما بيكونش موجود، السبرنت قوي وبتاع فيعدي. خليه 6 ان ايه نوت ابليكابل. اوكي نخش على عدي. محير شويه صح. يعني لعب جيم متوسط برضه 6 كده، بيدافع شويه مش وحشين، لكن هجوميا ما كانش افضل حالاته. والناس في حد كده كان بيقول لك في المدرج قال لك عضية احسن لعيب، فالناس ايه يا عم احسن لعيب ازاي ومش عارف ايه عمل ايه بالظبط. فانا موافق الناس المره دي لو كان جاب جون من بتاع التسلل اللي هو اتحسب عليه تسلل، او الكره الثانيه اللي انفرد فيها دي، كان خد كل الدرجات. هي بس ميزته انه بيتحرك كويس فعلا، تحرك الكوره دي هو. طب انا احيانا يعني بالمناسبه لما هنيجي نتكلم على ناصر، احيانا بحس مثلا اما نبقى تحت الكوره قوي بنلعب كور طويله وحاجات زي كده، بحس ان الجيم مش بتاع ناصر قوي، الا لو يعني لو بتلعبها مظبوط وناصر بينزل يسند. بس لما نبقى راجعين قوي زي الشوط الثاني كده، بحس هل انت مع فكره بما ان سيف الجزيري خلاص دلوقتي بالاداء اللي عمله في ماتش اوتوهو تحس انه طلع نفسه بره الحسبه، صعب حد يراهن عليه. هل تحس ان احنا ممكن في اوقات زي كده نجرب عدي؟ يعني لو انا هطلع واحد من الاثنين مثلا، فدي عدي كمهاجم في الفترات اللي انا تحت فيها الكوره قوي، ماشي كمهاجم يعمل لينك اب ويقف شويه على الكوره ومش عارف ولا لان انا بحس ان ناصر في احيان بيبقى خلاص. سؤالك منطقي، ادي درجه لعدي عشان نروح لناصر وارد عليك. يعني عدي 6 و5 كده يعني. 6 برضه. خلينا ما ننزلش على 6 النهارده. ممكن بس ممكن ندي ناصر 5 بس ماشي. لان كان وحش او مش كان وحش بيقل. انا دي بقى ده ردا على كلامي. ناصر في عنفوانه يلعب الماتش ده، يلعب اللي انت بتتكلم فيه، بس مع تالي الماتشات كده بدا يرجع شويه لحته انه ساعات بيفقد الكره اكتر من اللازم، ساعات السرعه مش مساعداه، ساعات ما بيسندش الكره كويس. مش هقول ان هو مستواه رجع للنصر اللي في اول الموسم، لا. لكن الانفجار ده مبقاش موجود قوي.
السبارك الرهيب اللي كان عليه ده. الاجابه ممكن في بعض الاوقات اقرر انا كفايه على ناصر كده وادي الدباغ واحط لاعب جناح لعل وعسى، او يعني لاعب ينفع جناح، او احط محمد السيد واحط فتوحه بالتاج على نص يعني ملعب يبقى اتصرف. العب ببزيره والدباغ بس قدام، العب بنزل لعل وعسى، العب بالجزيره رجعه يمكن لعل وعسى. لا الجزيرة الصراحه من بعد ماتش اوتوهو، ابص انا في ماتش اوتوهو ده انا كان وبتاع ونفسي ينزل ومش عارف ايه. راجل في ماتش اوتوهو باين ان هو مش عايز عطا. يعني مش عايز، مش عارف بيلعب حتى ني قوي كده ومش عايز يروح. في حد مش يعني اللعيب مش عايز ده. يعني اللعيب مثلا في ماتش عادي في الدوري اللي هو مثلا في شهر اكتوبر شغال، لكن الماتشات الكبيره دي انت مش عايز ازاي يعني؟ ما حسيته كده. لا فاصل، هو فاصل فاهم فاصل، لكن نفسي مش عايز ان هو اكيد يعني. طب هبوظها لكم مش كده لا يعني، مش هبوظها لكم بس كيرلس شويتين 3 يعني بس اكيد لما يوصل ناحيه الجون يعني اكيد عايز يجيب جون يعني، بالعكس ده عايز يرد يعني. ما ردش ليه؟ ما انا بس ما هو ده موضوع محير موضوع محير. طيب يعني انت لو ما كان كابتن معتمد هتبقى صعب تراهن تديله تاني، ما انت يعني بعد اللي عمله في ماتش مشكله الزمالك مش عارف يحطهم. لا يعني ماتش المصري، هو ماتش مصر كانش في السكور شيت. لا كان في السكور تقريبا، كان يعني لا كان موجود هو عمرو ناصر في السكور. ماشي في الماتشات ده نزل شويه ماتش بالذات هناك في اخر كام دقيقه كده. لا لما يكون في بعض الاوقات ممكن عندي مساحه في النتيجه تسمح لي لازم ارجعه. ده مساحه فين في النتيجه وصنت؟ طيب ده انت هتلاعب بيراميدز في اهلي. لا ان شاء الله باذن الله تكون في مساحه باذن الله ماشي. يعني مساحه تسمح، او على الاقل مساحه ستايل لعب يعني. مساحه خلاص انا بدافع وعايز بس مهاجم حتى ياخد الكرة الناحية التانية، ينقلني بس يتحرك يكسب كرة، ومين عارف يمكن يبقى جاهز ساعتها الماتش الاهلي يلعب ماتش جامد. هو بيلعب كويس ماتشات الاهلي عموما يعني. بس الصراحة فاكر لما قلنا سيف الجزيري ينزل في ايوه على الورق هو سيف اصلا يا باشا. نص الماتشات اللي متقدم فيها على الورق هو المفروض يلعب صحيح. يعني اول ما تقدم والشوط الثاني ونص ساعه الاخيره دي تحس الماتش بيقول سيف الجزيري بس هو اللي شطب مش لازم نص ساعه، هو اللي شطب اسمه من الفكره دي. اديني ربع ساعه ولا اشوف منه حاجه تانية لعل وعسى يعني، او يتبان في التدريبات بقى، محتاج هو يبين ده في التدريبات. عشان كده انا على فكره كان ده ردا برضه اصلا. ممكن محمد السيد مش عاجب معتمد جمال في التدريبات، ممكن محمد ابراهيم مش عاجب معتمد جمال في التدريبات، اصل ما فيش اي سبب. انا عارف ان هو ماتش ام بي يعني كانت هي انت ممكن ربطت وده ممكن يكون هو الحقيقه، بس ممكن يكون حاجه تانية هو مش عايز يتكلم عنها. ممكن ساعات في مدربين بتيجي في اوقات في الموسم وبتاع، انا حلقه بقى للعيبه اللي عندها خبره شويه، ما بيعملش ضربه جزاء بسهوله، بيعرف قدام ياخد ضربه جزاء، بيعرف ياخد فاول ازاي مش عارف ايه. ممكن يكون دي حسبته ان دي حاجات صعبه وهبتدي يعني استخدمت دول، هستخدم بقى شويه لعيبه الخبرات تعديني في الماتشات اللي جايه دي. كويس جدا. عندك حاجه تانية في الدرجات؟ كفته والدخان ولا دخان ونطلع على نتمنى الجاي بس يبقى كويس. وماتش بيراميدز انا على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، انا عندي حته كده جوايا بتبقى راضيه ان الزمالك ما يبقاش داخل بالمعنويات بتاعت هوبا. يعني مثلا انت لزقت لو في دفترد لعبت جيم عند بلوزات، جبت الجون الاولاني ففتح الجيم فجبت الثاني والثالث واحنا رايحين بقى انا بحب ان الزمالك يخش كده يا لهوي هنعمل ايه في بيراميدز في ربنا يستر ان شاء الله. دي الحاله اللي بحب عليها الزمالك لعل خير فعلا. الحته دي فعلا معدل الثقه. احنا رحنا ماتش انبي والاهلي كان خسران من الجيش ورايحين بقى متفائلين جدا، هوب جت الصدمه دي بالظبط. فان شاء الله نمنع الصدمات وامسك نفسك، وان شاء الله باذن الله الفوز يوم الخميس الجاي باذن الله. يلا بينا على الكره والسنين عشان عندنا شويه كلام مش كتير بقى عشان احنا مش رايقين للخناقات لحبايبكم. وصلنا للكوره وسنين. عندي ليكم اقتراح حلو قوي ممكن نتقدم بيه للاتحاد الدولي لكره القدم بناء على افكار عبقريه بنسمعها اليومين دول. لما يكون الحكم بتاع الفار حكم اقدم من حكم الساحه، يقول الحكم الساحه انت اجري بس كده وانا هركب مكبر صوت وحكم من الفار، يعني احط كده المكبر فاول عشان انا اقدم منك، تسمع كلام عيب، تسمع كلام بابا. ضرب الجزاء ما تفتحش بقك، انا اجيبك تتفرج على الشاشه بس عشان اوريك كده معايا، لكن اياك تفكر ان انت تعارضني واسمع الكلام بما ان انا اقدم منك واكثر خبره منك. ايه رايك في الاقتراح ده؟ جميل حتى بنريح ونوفر تكليف او ما يجريش خالص يعني. بعد كده يبقى بيج براذر از واتشنج يو كده من بره حكم فار
وممكن يعلق على الماتش كمان لو عايز، يعني يشغل المكبر ويحكم من هناك. احنا بنسمع كلام غريب. شايفك يا عمر يا جابر، شايفك ما تضغطش جامد، خلي بالك، ولا هبعت حكم الساحه من مكان الحكم الرابع يدي انذار. بنسمع كلام ساذج قوي يا اخوانا. قال لك اصل ده دولي واقدم منه، فالمفروض لما يجيبه ما يرجعلوش كلامه ومش عارف ايه وبتاع. هي رتب يا اسطى. وحكم الملعب هو حكم الملعب، وحكم الفار اسمه اسيستنت ريفري. يعني هو فيديو اسيستنت، الاي دي اسيستنت، الاي دي يعني مساعد. يعني هي جايه الفي فيديو اسيستنت ريفري، حكم مساعد بالفيديو. اقسم بالله بنسمع مهازل مش ممكن يعني، حاجات مضحكه جدا. لا وخلي بالك هو كان بعد الماتش كميه نفخ في محمود عاشور ده اللي هو فاهم، هو ده كده. وناسيين ان هم ده بالذات كانوا بيطلعوا يقطعوا فيه، وكانوا عاملينه عدو الولايه وعدو المدينه، وكان هو اسوأ حكم وما بيعرفش يرسم خط الفار، وبيتهموه في ابسط حاجه خط تسلل، مش عارف يرسم خط تسلل اللي هو ما هو اتهموه في ماتش فاركو مش عارف يرسم الخط اللي هي ابسط اي بي، مش حاجه جدليه حتى، مش عارف يرسم الخط. لا يا عم همشي مع نظريه ان هو اتطور ويتحسن ودرب نفسه. مشيها يا عم، خد الناس على قد عقلها، كل واحد برضه ايه خاطب الناس على قد عقولها. هو العقل يعني نتمنى يكون في عقل اصلا. تمام. لا حلو، هو حكم بقى حكم فشيخ. حلو. طب افشل حكم في الدنيا والاكثر خبره، واكتر خبره من امين عمر، خبرته اكتر مش هو اقدم. حصل. امين عمر ما سمعش كلامه ليه في ماتش اولمبيك اسفي وشباب الوزداوي واتحاد العاصمه، ومش ده امين عمر اللي جامد برضه. ده حبيبك برضه، ده خبره. يعني عايز اسال سؤال، جابه في لقطه كوميديه، اللعيب بتاع اتحاد العاصمه كان بيحاول ياخد ضربه جزاء، ومحمود عاشور راح جاب امين عمر وكان هو غلطان وما عملش القصه دي. لا ده انا مش بتكلم على اللقطه اللي هو ما جابوش عشان دي، وهو ما حسبش، حسب دي وحسب ما حسبش دي. يا عم متاثر. امين عمر ما سمعش كلامه ليه رغم انه طالما هو عنده خبره؟ مين فيهم غلطان؟ مين فيهم واحد طابب؟ شاور لنا بقى مين الوحش، امين عمر ولا محمود عاشور؟ بما ان الاثنين بقى حبايبكم دلوقتي. كفايه خلاص. الواد اللي بيشد هنا ده بس يعني فكوميديا، احنا بنسمع كوميديا اليومين دول والله العظيم كوميديا. سيبهم يعني. انا في رايي انا هو بالنسبه لهم انا فيهم مجموعه استخدمت موضوع وفا دفاعا عن الاداره عندهم، وفي مجموعه بتدافع عن نفسها على فكره. يعني بتدافع عن نفسها. بقول لك بتدافع عن نفسها ازاي. فيهم مجموعه اتورطوا في تصريحات ان الزمالك مش منافس، وان مش عارف ايه وملهوش وامكانياته وقدرات، اتورطوا في الكلام ده. وطلعوا فتره طويله الست ماتشات بقى والعهد الجديد ومش عارف ايه وبتاع. فقدام المشاهدين والمتابعين هو لازم يطلع يقول انا ما فيش، انا مش فاهم اللعبه، انا مش فاهم الجيم، انا حكمت غلط، اللعيبه خذلتني. يا باشا ماشي، اللعيبه خذلتك دي في ماتش مش في موسم. انت ما تقول موسم ان لا اللعيبه خذلتني في السته الاخيره يعني انت ما رهنتش بس على الست، انت رهنت على الموسم بالبدايه. انت فاهم، ورهنت كمان على ان الزمالك مش منافس. انا عايز اقول لك على حاجه، انا عارف ان فيهم جزء مستني ورهان منطقي في لحظه، يعني قصدي هو ممكن نوع من قصف الجبهات بس هو الرهان المنطقي ان الاهلي فعلا هو هيسيطر. يعني انا برضه لازم التمس العذر. لا اقول لك مش هاجي لك انا لكن الست دي هاجي لك انا في الحته دي. انا ينفع اراهن لو انا اهلاوي او انا حتى مش اهلاوي محايد وشايف ان الاهلي افضل، اراهن ان الاهلي ياخد البطوله. بس انت ما ينفعش تكون بتقول لا، مش قصدي كده، عندك وجهه نظر فنيه سليمه وانت من البدايه شايف ان في فروق كبيره. على فكره احنا ما كنا بنتكلم حتى واحنا مش بنقول ان الزمالك عنده افضليه، بس كنا بنقول ان الفروق مش كبيره. اللي شاف ان الفروق كبيره قوي وبعيده قوي ده عنده خلل هنا في التقييم. اصل في النهايه معلش يعني هو جايب اصل فكره ايه، ده جاب زيزو. لا انت مش اجنبي وانتش من بره الدوري المصري. ما احنا كلنا عارفين برضو ان اللعيبه اللي جابها الاهلي دي لعيبه برضو في نفس الليفل اللي موجود في الانديه، مش بعيد. فكره ان انت شايفهم بعاد. تريزيجيه وامام مش بعيد، كان في العالم امام مميز شويه، انما زيزو وتريزيجيه انت ما انتش جايب مثلا جناح من اتلتيكو مدريد مثلا عشان تقول انا جايب ايوه انت جايب ايه، ايوه انت جايب مين يعني في النهايه والله بجد. ما هو ما زيزو كان بيبقى معانا عادي بنطلع الثالث، انت فاهم، وبيبقى ساعات كويس وساعات الدسوقي بتاع مودرن حطه في جيبه في ماتش عادي يعني. والله بكلمك بامانه حصل. يعني عادي لعيب كويس وبتاع، بس عمره ما كان اللي هيجي يقلب الدنيا يعني صدقتهم من بالله. لا اله الا الله، قسما بالله العظيم. انا بقالي كام سنه دايما ببقى طول الوقت خايف
من حاجتين. اولا مستوى الزمالك يبقى وحش قوي او من الحكام. انا عمري ما في السنين اللي فاتت، حتى مش بتكلم على جيل ابو تريكه وعباد متعب، الجيل كان جامد جدا. دول كانوا بيكسبوا بفرق. انا الجيل الاهلي ده من ساعه موسيماني، شوف موسيماني على اقل تقدير يعني، والله العظيم ما بخاف الا من ان انا اشوف الايدج المعتاد بتاع التحكيم. غير كده عارف ورمية الفوطه بتاعتنا ورمية الفوطه بتاعتنا انت وحش قوي ووحش وبترمي الفوطه على فكره، مش وحش وبتلم نفسك، لا وحش وبتستسلم كده وايه وتبقى ليس كده وتحس ان انت طلعت من اللعبه خالص. لكن غير كده انا ببقى عارف انه عادي هيخسر نقط لو كذا، لو الحكم بس ما اداش الايدج ده بس اكتر من كده. فده اللي انا بقول. ففيهم ناس زي ما بقول راحت في رهانات اكبر بكتير من الواقع بتاع اللعيبه اللي انت جايبها في النهايه. يعني انت فاهم، هو انت جايب تريزيجيه، انت ما جبتوش من ساعه من فتره استون فيلا. على فكره تريزيجيه من اللعيبه المميزه في الدوري بس حتى برضو يعني اللي هو كويس، بس فاهم انت مش جايبه من استون فيلا، انت جايبه يا باشا من الدوري القطري. هو ما كسرش الدنيا في الدوري القطري، ما كانش هداف الدوري القطري، جاب 30 40 جون مثلا ولا 30 جون، يعني كان ماشي حاله. انت فاهم قصدي، هو لعيب كويس وكل حاجه بس احنا بنشوفه يعني مش اللي هو فارق يعني فاهم انت، ما مش فارق كتير ولا زيزو فارق كتير عشان تقول انا هسحق وامحق واعمل ده. فهم بقى ما قدامهمش غير الخطاب بتاع وفا وكفر الشيخ ومش عارف ايه والخيبه دي علشان يداري على ان حد هيجي يقول له طب انت قلت كده ليه. على فكره هو انا عارف ان كله مستني مثلا لو لا قدر الله هو كسب الدوري وانت خسرت، ماشي بس انت كلامك طلع غلط. حتى باي سيناريو انت قلت انت ده مش منافس، انت في سباق دلوقتي 5 نقط هنا ممكن تبقى نقطتين ممكن 3 ممكن ان شاء الله يبقوا 8، اي حاجه ممكن تحصل، بس انت ما قريتش المشهد ده ولا راهنت عليه. يعني حتى الزملكاويه اللي كانوا بيقولوا مثلا اما يتسالوا مين البطل يقول لك ايه ممكن الاهلي افضل شويه، ما كانوا بيقولوا شويه او كذا، بس ما حدش شاف ان في فرق رهيب وان في مش عارف ايه، وان ده في ناس كانت بتقول هتاخد كاس العالم. ولماذا؟ لانه نفس كاس العالم ايه؟ انت مفيش اي تكوين من اللي انت كونته ده يصلح للمنافسه على اي حاجه بجد والله. انت بعيد قوي يعني انت فاهم قصدي. الناس لازم تفهم اذا كان انت كمنتخب مصر بصلاح وبمرموش وبتاع ما بقدرش العب جيم قدام السنغال، يعني فاهم قصدي. يعني انا ما بقدر، انا بعمل ايه قدام السنغال وبفضل قاعد ورا ومستني المعجزه تحصل. يعني انت فاهم قصدي ايه. انا حتى لما بنعمل نتائج بنعملها ازاي بقى لنا 4-5 سنين بنعمل نتائج ازاي، احنا لابدين ورا عارفين نلعب كوره بنزغبر اللعب على امل ان يعني ايه نخطف واحده نعمل واحده. هو انا عمري نزلت جيم مسكت الكوره بقى وانا مسكت هغسل الفرقه اللي قدام؟ طيب ده خلاص يبقى انسى بقى، شيل ده من دماغاتك. يعني السعوديه بس ايه ماشي السعوديه بعيده. انا كنت سعيد قوي عارف ماتش السعوديه هم شفت زيزو اللي انتوا بتتريقوا عليه شفت قلت لهم حلو خليكم مبسوطين بيهم يا عم خلاص خليهم ترفعوا روحهم معنويه تاني وهم بقى مهبلين. انا نفسي يفضلوا يصرفوا يفضلوا مقتنعين ان كده دول تمام قوي 100 100 وزي الفل ويفضلوا مراهنين عليهم. لان الفلوس اللي كانت عند الاهلي في بدايه السنه الفلوس ديت كانت لو في بقى ناس انت ممكن بقى تجيب بقى 2-3 محترفين فعلا بحق الله بقى. يعني انت فاهم. كان تشبيه اخونا مهند اللي هو كان بيقول لي احنا يعني انت برضو في النهايه اشتريت فول وطعميه بس رحت جبته من المطاعم. احنا هنا حر اعلانات صح. رحت جبته من طبالي. انا باكل فول وطعميه من الشبراوي وانت جبته من طبالي. في النهايه فول وطعميه انت كنت تقدر تشتري كباب وكفته وانت اللي ما رحتش جبت كباب وكفته ورحت جبت فول وطعميه بس من طبالي بحولك ب 1000 جنيه برضو يعني سهور. جبت سهور مش سحور. رحت جبت فول وطعميه من ايجيبت. انا جبت بس ربع كفته من برازيلي مركبني الدوري اهو باذن الله عشان صباعين كفته بس صباع كفته برازيلي برنس حتى مش متدهان اهو. قلنا لكم اعلانات حلوه تعالوا لنا بقى. الواحد بيبقى متلخبط عارف انت لو قلت واحده من دول هناك اهو حساب ايه تحقيق هنا في هنا في بيتنا هنا في الشبراوي. طيب نروح لموضوع تاني مهم. فكرت فيه وكنت كتبت فيه بوست خاص يعني كتبت بعد الماتش لما شفت طارق حامد اعتزل وراح للجماهير وكذا. الحته بتاعت طارق عموما عارف احنا يعني عندنا زعل 100% من اللي حصل في موسم 21-22 بس هل الزعل ده يخلينا نفقد طارق فكره خلاص ما ينفعش يبقى كادر جوه نادي الزمالك ولا بنبص على فكره ان ده شخصيه. احنا مش كتير بيبقى عندنا شخص اللي هو دؤوب. يعني انا بكلم هنا على سمات شخصيه. خلي بالك الفنيات حاجه والسمات الشخصيه حاجه. انا بكلمك هنا على سمات شخصيه في طارق
اما تفكر فيه في منصب اداري او فني ممكن تبقى لفقه. اللفقه هنا جاي منين؟ انه شخص دؤوب جدا بيطور نفسه. يعني طارق طول اللفه دي يعني راكبه يعني راكبه عشان المصطلحات العجيبه اللي بتقولها. ماشي. ان طول الوقت كان بيطور نفسه. يعني احيانا كان عنده عيوب قوي كتير قوي بالكوره فضلت موجوده بس كانت بتقل بيتطور وبتاع. فهو شخص بيشتغل على نفسه. دي واحد. عقليته كانت عقليه وينر. صحيح. تمام. فده ما تفكر فيه في منصب اداري دي حاجه بقى لها علاقه بالفريق الاول، حاجه علاقه بالناشئين. عنده قدره كده. كان ليدر جوه الملعب، كان بيكلم زمايله ويشد ويوجه ويعمل وبيشد الفرقه والحاجات اللي زي كده. بتحتاج كل ده. هل انت تضحي بالصفات دي كلها؟ انا متفاهم تماما الغضب والزعل، وبتفاهم تماما لو اللعيبه اللي هي بتتنقل لنادي محلي اخر زي اللي بيروحوا خاصه الاهلي، ان انت ما بيبقاش فيه تسامح في الحل زي دي، لان انت في النهايه ما بتقدرش تتسامح مع النموذج ده عشان ما تشجعش حد انه يعمل ده. على الاقل عشان على الاقل اللعيبه اللي عندك بتحافظ عليها بفكره والله انت ممكن بعد كده تبقى كادر عندنا وبتاع لو دي طيرتها. طارق في النهايه عنده غلط في موسم 21 22 بس في النهايه هو ما لعبش لمنافس. يعني في النهايه هو كان نادي سعودي. هو احنا ما كانش زعلنا انه مشي في نهايه عقده وراح نادي سعودي. احنا زعلنا عشان برضو الناس تبقى فاهمه احنا زعلانين ليه. انه في اثناء الموسم وكان فاضل لسه مباريات قال لك انا مصاب ومش عارف ايه وبتاع، وتحس كان بيحافظ على نفسه. يعني ما مش عايز يتصاب معانا عشان ما يبوظش الدنيا كده. فكان في زعل كبير يعني. لكن هل الزعل ده يخلينا نفقده خالص ونقول ما ينفعش؟ ولا انا حسبتي انا بتاعت مسيرته كانت طويله معانا ومسيره كلها كانت عطاء وعنده السمات الشخصيه، واحنا نادي برضو ما عندناش كتير قوي. يعني ما احيانا ما بتيجي تفكر في حد كادر ومش عارف ايه وبتاع ما بتلاقيش بسهوله قوي مع احترامنا ليهم كلهم. بس ما بتلاقيش برضو الارض يعني ايه مليانه كده. طيب بمناسبه الاول خلينا نبدا من الحته كده بتاعت العقليه والروح القتاليه ووينر وبتاع. ساعات في بعض اللاعبين يعني دايما اي لاعب عموما بيبقى ساعات عايز يظبط الميزان اللي هو ما يكونش اوفر او في الحته دي مع اللعيبه او مع الناس او في النادي مش عارف. لان ساعات بيبقى احنا لما كنا كذا احنا لما كنا بنموت نفسنا. وفي امثله هقول لك على مثال كده منهم دايما بيجي في بالي في القصه دي. جاتوزو لا ده في مصر يعني لعيب مش مدرب على فكره. يعني مسك مناصب اداريه في النادي بتاعه ودايما عامل كده الليله على يعني لان هو كذا خلاص عارف. بس انت في خلاص مش مهم خلاص دي حاجه. لكن هتكلم بقى عن طارق. في اول حاجه عايز اقولها اللي دايما الناس دلوقتي وهي غضبانه دايما تقول ايه طارق قدرني. ده يسموه ايه طارق قدرني. لا ده قدرني دي كانت حلوه بالظبط. ما ده اللي عايز اقوله. قدرني دي هو بيقولها لو نفتكر كويس قوي ده هو كان عنده عروض واغراءات قويه جدا انه يسيب النادي وهو اللي اصر انه يكمل في نادي الزمالك. لو الناس تفتكر العرض بتاع بيراميدز وكان هو مرتضى منصور عايز يمشيه. ايوه حلو ان يعني انت قلت هو اللي اصر. انا اخيرا فاكر حاجه. بقول لك اخيرا فاكر حاجه مش اخيرا فاكر حاجه. فساعتها هو الراجل كان عايز يقعد بس بيقول يعني يرضوني شويه ده عادي ده لعيبه الكوره عادي بس انا عايز اقعد في نادي الزمالك. فدي بالعكس ده انا اقدرها. ده كان اتباع. ده كان باعه اصلا. ده كان اتباع. ده كان اتباع وهو اللي رجع نفسه نادي الزمالك. صحيح. يعني انا بشوف ان دي من احسن لقطات. ده موقف كويس بالنسبه له. فالكلمه بتاع طارق قدرني دي بالعكس دي تحسب. ولكن طارق حامد عمل غلطه كبيره ان هو فعلا ممكن كان مصاب بحسب بعض الاصدقاء المقربين ليه وقال كان مصرين هو كان مصاب وبتاع. بس في لحظه هو حب يحافظ على نفسه وما كان غامض وما بيتكلمش يقول ما حبيتش اتكلم. لا اتكلم حبيبي في المواقف دي اتكلم. انت فهمت ان انت بتتمرد شهور وبعد 4 شهور تقوم حاطط لي بوست وتحكي فيه اللي حصل. ده كان غلط كبير جدا منه. تمام. انا اوافق ويز استريكس كده بشرط ان طارق حامد لازم يبين انه ندمان على اللي عمله. يعني مش كده ان انا وننسى خلاص. لا لازم مش لازم يطلع يقول انا بعتذر يا جماعه انا عملت كده وكنت فعلا بتمرد او مش عايز يعمل. اصل برضه خلينا نطلب الواقع. لا يعني لمح بطريقه ما ان انا ما مشيتش بالطريقه المثاليه. ان انا مشيت بعد حركه خاني التوفيق. يعني يطلع يتكلم كلمتين كده ممكن يقول اصلح اللقطه الاخيره تبقى لقطات افضل اعمل تاريخ جديد دي يمحي خاني التوفيق في اللقطه الاخيره وانا ليا تاريخ واتمنى الناس تبقى عذراني وبتاع ومش عارف ايه وانا موجود تحت امر نادي الزمالك. يعني لازم الكلمتين دول. لكن ارجع كده وكأن الشيء لم يكن. انا شايفها انا كانت تقيله عليا. يعني انا ما كنتش سعيد خالص النهارده ولا عمري ولا حتى هتفت
ولا قعدت اتكلم ولا كنت قاعد ولا ليا علاقه خالص باللعيب يا اللي اخي موجود ده انا في قلبي الملعب. بيحن عادي. ممكن انا عارف انت مسامح ناس كتير، او هشام عبد الوهاب بيتجنن مني. لا انا وسط يعني انا اقول لك على حاجه، انا قلبي هفف وكابتن حسن شحاته وحفيده كده انا انبسطت انا قلبي هفف بصراحه. انا حفيده ده عسل. واللقطات دي يا جماعه حلوه. الليجندز دي لما يجوا نادي الزمالك ويبقوا ورا نادي الزمالك في اللقطات دي، انت ده انت باريس سان جيرمان يا راجل، اللي هو اصلا ملوش ده كان قبل العصر بتاعه، كان باوليت اهم لاعب في تاريخه الا رونالدينيو يعني طبعا كان موجود. اقصد ان هو كان الهداف التاريخي بتاعه قبل ابراهيموفيتش حتى. تلاقي الملعب داعيين كميه ناس ما هم ممكن ما لهمش علاقه بالنادي، او ديفيد بيكام لعب له ماتشين في النادي داعيينه عشان ماتشات اوروبا. فالحضور الليجندز دي للملعب وحسن جدا في افريقيا معروف. طبعا لما يتربط بالزمالك ويزيد الارتباط ده طبعا تقيلة جدا. واثرها في مصر قوي. ان لو اشعار الناس دايما النادي الزمالك ده كلاس بي، اللي هختاره بعد الاهلي دايما عارف انت القصه دي. وحتى اللي شفت تعليقات كتير على احمد شديد لما مش عارف رجع كان خلاص مضى للزمالك، كان لسه في بودكاست عبد الرحمن مجيد، فقال لك مضيت للزمالك بس لما جه الاهلي قمت رايح الاهلي. فحد كتب ده كله مش موجود الا الزمالك. لا، فحسن شحاته اللي هو معروف عنه ان هو حيادي شويه او يعني ما زعلش جماهير الاهلي، اختار ان يحضر تاني لنادي الزمالك ان انا بتاعكم وان انا الراجل بتاعكم. دي مفيده ان صوره النادي جدا، انه لا انا مش كلاس بي ورا الاهلي، لا انا الناس بتاعتي فخوره انها زملكاويه وموجوده في الماتشات دي. حتى لو انت في ليه لحظات كذا، ده مفيد للنادي شئت ام ابيت. ومش بلاش شئت ام ابيت، لان كل الناس ليها رايها يعني، وخاصه ان انا وانا بتكلم مع حبايبنا يعني. في اللقطات دي مفيده يا جماعه وكويسه جدا. حتى لو انت عندك فطارق كنتش مبسوط، بس لو عمل القصه دي انا يعني ان ياتي معتزا ان تاتي معتزا، فاهم؟ عارف القصه طب دي؟ ما ينفعش يشتغل اما يشتغل يبين لك يعني يبقى مفيد وهو بيشتغل. ما هو يعني هو مش في لقاء هيحصل، مش هيعتزل اكيد، يطلع في مره ولا حاجه، اطلع عم قول الكلمتين دول. نداء لكابتن طارق حامد، اطلع قول الكلمتين. خلني توفيق هصلح اللي عملته في الاواخر، بس تاريخي يغفر لي، تاريخي يشفع لي. اعتقد العلاقه بينه وبين جماهير الزمالك اكبر. طب لو طلع قال لك انا كنت مصف فعلا، ما تقدرش تثبت بقى بعد السنين دي مثلا خلاص. ماشي، هو على التقدير بيحاول يوضح ويأكد القصه دي، فاهم انه ماشي يبقى ممكن يوضح. بس خلني توفيق اتاخرت في الكلام. ما هو ممكن في حاجات كتيره، ما انا اشتري رضا الناس يا عم، اشتري رضا الناس. حتى ولكن كاذب ربيع احب الينا من صادق مضر. اشرحها بعدين تاني كده، اشرحها كده. كاذب ايه؟ كاذب ربيع احب الينا من صادق مضر، كان ساعتها ده. لا يعني كاذب ربيع فهمت. يعني ربيع ده على قلبه. لا ربيع يا عم القبيله بتاعته هو كان دي كانت مسيلمه كويس، فكانوا هم عارفين ان هو كذاب مدعي النبوه كويس، فبس هم دول قومه. فقال لك ولكن كاذب ربيع احب الينا من صادق احنا عارفين يعني. او قل لي كلام حلو لو كان كذبا يعني. عارف انت في جمله مسيلمه از اور هي از سان اوف كذا، اذا سان اوف كذا بس هيز اور سان اوف. لا يا عم خليها ايه، قل لي كلام حلو لو كان كذبا يعني. ماشي خلاص. فاقول الكلمتين دول ما يجراش حاجه، واعتقد ممكن يمشي الحال. وطبعا نحب نسمع رايكم يعني، ده اكيد متهيالي راي الجماهير مهم جدا في القصه دي. وبس خطرنا الموضوع ده حلو بقى. ندعي بقى عشان ماتش بيراميدز يعدي على خير. ادعوا اخوانا ونخش بقوه، ونتمنى ان الجماهير تبقى داعمه طول المباراه، ولاعيبتنا تبقى مركزه قوي. كل تفصيله صغيره، ما نكترش كرات ثابته عشان اخونا الشيبي. نحاول برضو نبقى زيادة ذكاء الملعب، ان حد عليه انذار تركز. انا كنت شايف لسه فيديو لمورينيو كان قديم يعني، هو بيلعب كان تقريبا مع توتنهام تقريبا، وكان بيلعب مش فاكر بقى بيلعب السيتي الولد اللي رمى الكرة. لا كان بيكلم لعبتهم بين الشوطين. بيقول لكم انتوا لازم تكونوا يعني بالترجمه بتاعتنا العربي او غاد يعني. هم هينزلوا عارفين ان فلان ده عنده انذار وبتاع. كان سيتي كان بيلعب سيتي، ووصلهم على الولد الباك الشمال الاوكراني ده، قال لك ده عنده انذار. نزلوا لبسوه انذار. فانا قصدي الحاجات بقى اللي هو كده، ده عنده انذار لبسوا انذار، وكلم الحكم لو حد عنده انذار وعمل فاول كبير يعني الحاجات دي. المباريات الكبيره دي ساعات يعني بتخلص بالتفاصيل دي، تبقى مركز في كل حاجه في الجيم يعني، وربنا كبير. بمناسبة مورينيو والمواقف والكواليس، عارف والله بس على طول ليه ما اللي عارفها ايه بالوتيلي. على بالوتيلي. مش عارف الناس تعرف نحكي لهم الموقف. بالوتيلي كان مورينيو كان بيلعب ماتش مهم قوي اظن في روسيا ما اذكر يعني، صح. فهو ما كانش عنده ولا مهاجم، او ميليتو اتصاب باين، فهو بين الشوطين
كان بالوتيلي خد انذار او ما كان معهوش انذار، بس كان خايف من بالوتيلي. لا مش كان فاكر. خد كان معاه خد انذار. فراح قال له بالوتيلي انت المهاجم الوحيد بتاعي، انت يا ابني قاعد. انا مش بتكلم على شيكو بنزا يعني، لو هيلعب في لحظه معتمد جمال الكلمه، حبيبي انت المهاجم، انت اختيار وحيد، انا محتاجك جدا في الماتش، لازم تركز عشان الفريق نقدر ينقل نفسه تحت الضغط ده. ل5 دقايق كان مطرود. خلاه قالك خد ريد كارد مباشر، ما خدش الانذار التاني، خد احمر على لا الكوره عليها حاجات غريبه. بص فاهم برضه ساعات التعليم بيفرق والبيئه ساعات اللي فيه لعيبه برضه وساعات بص بتبقى بص ساعات اجواء الكوره نفسها والجماهير والحاجات اللي زي دي، هو فعلا ادرينالين عالي وتستوستيرون وشخصيته مثلا بتبقى تستوستيرون، هو ربنا خلقه كده تستوستيرون عالي ومقفر، هو بتبقى شخصيه الا ما كانش عارف يلعب كوره اصلا يعني، انت فاهم؟ فاحيانا بتبقى دي يعني اعذرهم الجميع ويهدي شيكو بنزا ويهدي كل لعيبتنا، ونركز في الماتش ونكسب الماتش ده نكسبه يا خليفه، تكسب كل شيء. بص انا عندي حسبه كده، تكسب بيراميدز بنسبه كبيره انت في دوري الابطال، تكسب بعديه انبي بنسبه كبيره هتاخد هتاخد الدوري. ماشي بس انت كسبت بيراميدز وتعادلت مع انبي، ما عملتش حاجه. انت فاهم؟ فانا بقول لك اهو، بس هتكون عملت حاجه على مستوى دوري الابطال، لان انت بتتنافس مع فرقتين على دوري الابطال، فتكسب بيراميدز بنسبه كبيره انت في دوري الابطال، تكسب بيراميدز ثم انبي بنسبه كبيره باذن الله هتكون بطل الدوري. يا رب يا كريم باذن الله نبقى ابطال الدوري، عشان الدوري ده يستحق نهايه تليق بالزمالك وتليق بقصه جديده رومانسيه حالمه عظيمه فيها كتير قوي من المواقف اللي شفناها الموسم ده. يا رب باذن الله تكمل على خير وتكمل على خير في الكونفدراليه، وصلنا لاخر حاجه، والزمالك في النهايات الافريقيه ما بيخافش الظن اغلب الوقت. طب اسالك سؤال سريع كده، اولمبيك اسفي ولا انا معاك؟ انا ما بحبش الفرقه عندها تقاليد يعني، دايما لو تقارني بفرقه ما عندهاش تقاليد البطوله وفرقه عندها تقاليد البطوله يعني انا بختار الفرقه اللي ما عندهاش تقاليد البطوله، بتبقى اسهل كمان، الاتحاد العاصمه وبتبقى اسهل يعني الفرقه اللي ما عندهاش تقاليد البطوله دي بتبقى اسهل شويه، بتبقى اسفي. ماشي. وانا اجابتك نفس القصه يعني، برضه احب نسمع رايكم فريده ولا فريده، بس وان كانوا هيلعبوا بكره هيلعبوا الحد ولا عندنا وقت تجاوبوا علينا قبل ما تشوفوا الحلقه قبل ما الماتش يتلعب تكونوا شفتوا الحلقه باذن الله، ويا رب تكونوا انبسطتوا في الحلقه دي من خط الحمر، ونشوفكم على خير في حلقات جايه جديده وكتيره باذن الله. السلام عليكم.